اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. في دعاء اسمه العديلة، دعاء العديلة في كتب الأدعية، لأن بعض الناس أحيانا يصابون بالعديلة عند الموت. يوم اللي دا يموت يتغير، عند الموت يكفر. كان عندنا زميل رحمة الله عليه توفي وهو على المنبر، الشيخ الخرشيدي، شيخ محمد الله يرحمه، كان يقول والدي في اللحظات الأخيرة من حياته كان يطلب من عندي ماي، فمرة مرتين قلت له بابا عطشان، قال لا، لكن أخاف أعطش فيأتيني إبليس ويقدم لي شربة ماء على أن أكفر بالله، فأريد بسرعة تعطيني ماء حتى ما أحتاج إليه، أكون ريان. العديلة عند الموت تصير كثير مع الأسف. ذلك الرجل من الأغنياء من الأثرياء هذا عند موته كلما كانوا يلقنونه الشهادتين كان يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي، بدل ما يقول لا إله إلا الله يا رب قائلة يوما. قصته أنه كان واقفا على باب داره، امرأة كانت تبحث عن الحمام. في القديم لم تكن حمامات في البيوت وإنما حمامات عمومية. هذه المسكينة كانت تبحث عن الحمام فلم تجده، إلى أن تعبت ووجدت هذا الرجل واقف على باب داره، وكأن باب الدار حسب ما في الكتب كان يشبه باب الحمام، شيء مرتب. سابقا أبواب الحمامات كانت مرتبة تغلق بإحكام باعتبار المطلوب احتفاظ بالحرارة فيها. على كل حال سألت عن حمام من جاب، اسمه حمام من جاب. أين حمام من جاب؟ فقال هذا، وأشار إلى باب داره، هذا الحمام. هي هم دخلت البيت، هو هم دخل وسد الباب يريد يغتصبها. حينما وجدت نفسها في ورطة أظهرت قبولها بالأمر. ما عليه، بس جيب لنا شوية طعام، أنا جوعانة، روح دور لك شوية عطر حتى نهنأ. هو هم طلع برا وما أغلق باب الدار، وهي أيضا هربت منه ومن مخالبه، طلعت برا راحت. يوم اللي اشترى طعام واشترى العطر وجاي مسرع وجدها قد خرجت من البيت. الكتب يقولون أنه هام بها وسوى فرد قصيدة دائما كان يذكرها، يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. وعند الموت بدل لا إله إلا الله يا رب قائلة يوما وقد تعبت. هاي العديلة عند الموت، بدل ما يقول لا إله إلا الله. والمشكلة أن بعض الناس عندهم الإيمان مو ثابت، عاري، أيام مؤمن متدين. أنا لاحظت بعض الناس الكرماء في فترة من الزمن يمكن يتحولوا إلى بخلاء. شوف يوم من الأيام أنت تعرفه كريم، بعد مدة تشوفه صاير بخيل. تشوف واحد مهتم بأرحامه وواحد بعد مدة لا والله مقاطع كل أرحامه. يعني كم من أشخاص كانوا صالحين ثم عدلوا، كانوا متحابين ثم أصبحوا متنافرين، كانوا أصدقاء ثم أصبحوا أعداء. يقول الله تعالى وما محمد، اللهم صل على محمد، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب على النفس قد يحدث بين أصحاب أعظم الأنبياء. رب العالمين ده يتكلم عن حقيقة. حينما أشيعت شائعة مقتل النبي في معركة أحد فإن البعض انقلب على عقبه، رجع للجاهلية، كفر بالله.
كفر بالله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عجيب، ممكن أن بعض المقربين إلى أفضل الأنبياء أن ينقلبوا؟ نعم، وأنا وأنت ما يمكن ننقلب على أنفسنا، ممكن. لازم هذا الإيمان دائما نغذيه. الإيمان مثل نبتة في القلب، مثل بذرة في القلب، لازم دائما تغذيه بالأعمال الصالحة، بالعبادة، بالتفكر في خلق الله، بالتفكر في العواقب. دائما لازم تغذي هذه النبتة حتى تبقى دائما مثمرة، وإلا إذا تركتها كما لو تركت شجرة من الأشجار ولم تسقها فهي تموت. حتى العقل مثل النبات، حتى العقل يحتاج إلى أن تشغله وتعطيه التفكير، تستخدمه. هذا العقل اللي ما تستخدمه يموت، مثل ما النبات اللي ما تستخدمه، العلم اللي ما تستخدمه. أحيانا تكون العديلة قبل الموت بسنوات. كان أخوان، أحدهما متدين والثاني غير متدين. المتدين كان من الذي يلقي محاضرات دينية وينصح الناس ويرشدهم، والشباب خاصة، وأثر على كثيرين إيجابيا إنصافا. أخوه ما كان ملتزم، الآن مؤمن برب العالمين، مؤمن. أنا ذكرت هذه القصة أعتقد لبعض الإخوة مرة. هذا الأخ الغير متدين سافر مرة إلى بعض البلاد، وفي الفندق راح إلى المسبح أمام زوجته وأولاده، ونزل رويسي حسب تعبيركم في المي براسه، راسه كأن المي كان طفيح، فاصطدم بالأرض الكونكريت وأصيب بالإغماء، ثم أخرج، ثم أصيب بالشلل. أنا رأيت هذا الرجل حينما أصيب بالشلل أصبح متدين، دائما معه كتاب القرآن والدعاء، وكان يحضر المجالس، يعني يجيبوه في ويلتشير إلى المجالس، صار متدين. وذاك الأخ المتدين أنكر كل شيء، أنكر كل شيء. في وفاة هذا المتدين أنا حضرت تشييعه وغسله، شفته واقف فالجماعة قالوا ترى هذا ما يؤمن بالله. شنو أقول له؟ أقول له عظم الله أجرك؟ هذا الله ما يقبل به حتى أقول له عظم الله أجرك. حقيقة تورطت، شنو أقول له؟ بالنتيجة أخوه متوفى. قلت له خليه أنصح لعل النصيحة تنفع. وقفت عنده، قلت له هاي الحياة ترى مؤقتة، شلون ما تعيش لازم تروح. زين واحد يفكر فيما بعد هذه الحياة، وعلى الأقل هنالك احتمال أن بعد هذه الحياة حياة وثواب وعقاب وجنة ونار. قال زين منو مسوي هذه؟ قلت له الله مسوي، مثل ما الله جابنا الله يودينا، الله ياخذنا. شو باختيارنا جينا ولا باختيارنا رحنا؟ هذا أخوك راح. قال إيه حساء فرح، متأسف راح. قلت له أنا من روح، أنت متروح. فقال شنو لما تقول الله؟ يعني شيء شخصاني؟ قلت له شنو يعني؟ قلت له عمي حتى أينشتاين يقول لم يكن الذي خلق الكون يلعب بالنرد، يعني بإرادة خلق هذا الكون، كل شيء خلاه في مكانه، مو بالصدفة. اللي يلعب بالنرد الحمد لله اللي هالألعاب ما نعرفها، كأنه يرمي هاي المربعات وتطلع نقطتين أو 4 أو 3، هاي بالصدفة. قلت له حتى أينشتاين. قال لي بس ما كان يؤمن بالإله الشخصاني. قلت له شو عليه بي؟ أينشتاين يؤمن له ما يؤمن، كل الأنبياء يؤمنون، كل من يفكر بعقله يؤمن، كل عاقل يؤمن. قال ما أعتقد في شيء هالشكل بالصدفة صار، أما الله وخالق وحكيم وعليم شفت ما ينفع وياه. تعجبت بالفاتحة كان واقف القارئ يقرأ القرآن. على كل حال قد يصاب الإنسان بالعديلة قبل وفاته أو عند وفاته، هذا المخيف. وهنا نحتاج إلى الوقاية مو العلاج.
مسبقا نحتاج إلى الوقاية من العديلة عند الموت. تلفظ الشهادتين، الإقرار بالأئمة سلام الله عليهم، هذه أشياء تنفع للعديلة عند الموت. من جملة أن تقول هذا الأمر بعد أن تقر لله بالوحدانية وللأنبياء بالنبوة ولسيد الأنبياء بخاتم الرسل وللأئمة الطاهرين وبالمعاد وبالعدل، تقول اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع. يا رب هاي وديعة، ما يحتاج طبعا نفس الألفاظ. على فكرة في الأدعية ادعو بأي لسان، الله يعرف كل اللغات. اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي. هاي الشهادتين يا رب العالمين رجع لي إياهم عند الموت. ثم يخذ الشيطان ويتعوذ منه بالرحمن ويودع ذلك الله ويسأله أن يرده عليه وقت حضور موته، فعند ذلك يسلم. النص يقول يسلم من العديلة عند الموت قطعا. محمد بن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه فقلت جعلت فداك إن مواليك اللي يتبعوك يقولون إن الإيمان مستقر ومستودع، في إيمان ثابت في إيمان عارية مستودع، فعلمني شيئا إذا أنا قلته استكملت الإيمان. قال قل في دبر كل صلاة، كل صلاة فريضة، قل بعدها رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضني لهم إنك على كل شيء قدير. هذه أمور جاءت في الروايات تنفعنا إن شاء الله عند الموت وبعد الموت. وهنا ملاحظة بسيطة وأكمل كلامي، وهي بمقدار ما أن بعض الذنوب تضر عند الموت وبعد الموت بمقدار ما تجنبها تنفع. يعني مو كل الناس يعاقبوهم، مثل ما شرطة المرور يعاقبون المخالف، أما اللي مو مخالف يعطوه جائزة. إذا أنت راح تجدد إجازة السياقة وما عندك خلال هاي المدة مخالفة مرورية، فما الذي يعملونه معك؟ يقللون قيمة الإجازة الجديدة، يعطوك جائزة عليها. لكن إذا عامل أشياء مخالفة للمرور نعم يعاقبوك. فليس الله يريد ظلما للعباد، ولا الله يريد أن يعذب عباده، يريد الخير لهم. وإذا جاءت الروايات تتحدث عن مثل هذه الأمور فلأن الله يريد الخير لعباده في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.